شفت الاستاذ ده عمل ايه لما ساعه اتسرقت من عنده في الفصل؟ شوفوا كده. سرقت ساعة في الفصل، فالمعلم طلب من جميع الطلاب الوقوف وجوههم إلى الحائط، فبدأ يفتش الطلاب واحد واحد. فلما وصل عند هذا الطالب أخذ الساعة، ركزوا، أخذ الساعة واستمر بالتفتيش، ما وقف. لما اكتشف الساعة ما وقف، قال أنت استمر بالتفتيش، أخذها بكل هدوء واستمر لين أنهى التفتيش من جميع الطلاب، ثم جلس. ثم قال للطلاب تفضلوا، فلما جلسوا قال تفضل يا فلان هذه ساعتك، بدون ما يفضح راعيها، بدون ما يفضح ولا يدري. حلو. ثم قال لا أعلم ولا أعرف من سرق الساعة وأنا صادق، أنا لا أعلم. فالطلاب مستغربين، وهذا حتى قال استغرب، قال كيف؟ قال والله إنني كنت أغلق عيني لما أفتش خوفا من أحمل عليك شيء. يقول أنا لو عرفت أن واحد هو سارق الساعة بحمل عليه شيء وممكن يأثر على حتى معاملتي معه. فشوف سبحان الله، هذه القصة دليل على أن هذا فعلا مربي من الدرجة الممتازة. يعني ما شاء الله تبارك الله. من فترة كده في مدرس طالبة عنده قالت ايه القرف ده لزمايلها، فعمل فيديو وطردها قدام الدنيا كلها ونزل الفيديو وبقى ترند. قلنا ساعتها انه من حقه يتخذ اي اجراء الا انه يفضحها بالشكل ده. ناس كتير اعترضت وقالت من حقه يعمل اللي هو عايزه وهو صح. انا عايز اقول لهم ما تنسوش انهم طلاب وده معلم، ولو هم ما تعلموش الاحترام المفروض عليه يعلمهم الاحترام والتربية قبل التعليم. ابعتها لهم.